يعني بعد كل القصه دي وسام معانا ولا مش معانا؟ طب مين البديل؟ طب محمد شريف هيجي ولا اسامه فيصل؟ طب النادي الاهلي عايز مصطفى محمد ولا لا؟ وايه قصه بقى اسد الحملاوي الفلسطيني اللي فيه كده ملامح شويه من وسام ابو علي؟ كل الكلام ده بقى هنعرفه النهارده في الحلقه الثانيه تقريبا او الثالثه بالنسبه لنفس الموضوع، وهو اخر تطورات وسام ابو علي، وهل مكمل مع الاهلي ولا مش مكمل مع الاهلي. فقبل ما نبدا الحلقه بقى ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بيها اشعار. انا اخوكم عبد الرحمن بكر ودي قناه صايع كوره، ويلا بينا نخش في الحلقه الجامده دي. العروض اللي جايه لوسام ابو علي وايه الوضع في موضوع العروض ده؟ في كلام عن الوصل الاماراتي مش العين الاماراتي. طبعا واحد هيخش يقول لي يا عم طب انت عرفت منين؟ بص يا باشا، عشان نكون صراحه ومتفقين مع بعض، كلها اجتهادات. انت عندك مصدر سمعت كلمه من هنا على كلمه من هنا فبتطلع تتكلم، وفي الاول وفي الاخر اكتر ناس اضرب الموضوع هم اكيد اداره النادي الاهلي زائد وكيل اللاعب مع اللاعب، والقصه اللي انت فاهمها دي. فهتقعد تقول لي انت عرفت منين وانا عرفت منين والكلام ده، كلها في الاول وفي الاخر اجتهادات، مصادر بسيطه، كلمه من هنا على كلمه من هنا، وربك هو اللي بيرزق الجميع يعني. المهم ان كان في كلام من الوصل الاماراتي انه عايز وسام ابو علي. وسام ابو علي فروت كبير جدا، وحرفيا هو جه الاهلي افاد الاهلي قوي بعد غياب كبير قوي للاهلي عن كميه هجوم احنا عمرنا ما شفناه في حياتنا، حاجه في الضياع بدون ذكر اسماء اللعيبه الكتير قوي. الاهلي لمعه وظبطه كده وهيئه ان هو ينفع يطلع اوروبا. وواقعيا ومن الاخر يا جماعه، انت مش هتقدر تعوض وسام ابو علي بالمبالغ اللي بره دي. مستحيل تديله 4 مليون دولار ولا 3 مليون دولار ولا حتى 2 مليون دولار، مش عشان انت ما تقدرش، ولكن عشان ده مش هينفع. ده يا عم، ده انت اللعيبه المصريه دلوقتي بيطلب فيها بالصفقات مليون ونص و2 مليون دولار. انت اسامه فيصل دلوقتي البنك الاهلي عايز ياخد منك 70 مليون دولار او 60 مليون دولار، رقم بجد مرعب. اللي هو انا لو رحت جبت اجنبي اكيد هيبقى ارخص. عشان كده كنا بنتكلم في نقطه ان نفتح عدد الاجانب، ولكن رسميا مفيش فتح لعدد الاجانب. عدد الاجانب هيفضل 5 زي ما هو، فمش عايزين نتكلم في الموضوع ده. المهم يعني وسام ابو علي بنسبه كبيره جدا هيمشي. في الوصل الاماراتي، عندك النادي الامريكي اللي هو ريد بول ده، عندك في عروض في قطر، عندك كلام كتير قوي. رغبه اللاعب هي اللي هتحكم هو رايح فين، زائد اكيد زائد العروض اللي هيقدمها النادي الاهلي. النادي الاهلي لو مثلا وسام قرر انه يروح نادي هيدفع فيه 4 مليون دولار ماشي، ومرتبه ممكن يبقى مليون او مليون وشويه، الاهلي ممكن يقنعه ساعتها ويتكلم معاه لا خليك معاه، طب الموسم اللي جاي الدنيا تبقى احسن، ممكن عروض اكتر تجي لك من انديه احسن في الفرق في الدوريات الخمسه الكبرى، وساعتها يا باشا ممكن نسيبك عادي ويبقى براحتنا. لكن لو وسام مثلا لا نادي سعودي والنادي ده هيدفع 10 مليون ومرتبه 3 ونص، لا يقول له خلاص يا باشا مع السلامه، خلاص انت حر. وفي الاول وفي الاخر رغبه اللاعب هي اللي بتحكم. الاهلي عمره ما هيقعد حد غصب عنه، خلي بالك مش الاهلي بس، اي نادي تاني لو ضغط على لاعب انه يفضل قاعد معاه غصب عنه مش هيدي لك ب 2 جنيه من امكانياته. رايي انا الشخصي ان وسام ابو علي 100% خلاص صعب قوي انه يكمل مع الاهلي، الا زي ما قلت لك لو كان في عرض رسمي مثلا بسيط وسام عايزه، ساعتها الاهلي يقدر يتكلم مع وسام ويقول له لا ده احنا ممكن نعوضك، ممكن نظبط لك الدنيا، ممكن نزود لك بونص مش عارف ايه، والموسم اللي جاي نوعدك ان الموسم اول ما يخلص ساعتها تروح بقى انت لما يجي عرض قوي من دوري من الدوريات الخمسه الكبرى. فده بالنسبه لوسام ابو علي. نخش بقى على الاهم وهو بديل وسام ابو علي. خلينا نتكلم الاول في البديل المحلي، بعدين نخش على قصه اسد الحملاوي والوكيل بتاعه. بديل وسام ابو علي المحلي، او مش بديل ولكن انت كده كده محتاج لاعب محلي في مركز المهاجم، والخيارات اللي قدامك هم محمد شريف واسامه فيصل واخيرا مصطفى محمد، اللي اعتقد انه ممكن ما يكونش معانا خالص، وهنتكلم في الاسباب. اسامه فيصل ومحمد شريف الاثنين دول يعتبر هم عكس بعض في كل حاجه. اولا محمد شريف انت كده كده مجربه، كده كده هو عارف النادي الاهلي وعارف ظروف النادي الاهلي ولعب تحت ضغوطات النادي الاهلي، على عكس اسامه فيصل. محمد شريف تقريبا دلوقتي عنده 29 سنه داخل في ال 30 سنه، على عكس اسامه فيصل اللي عنده 24 سنه، مواليد شهر واحد تقريبا 1000 تقريبا 2000 او 2001 اعتقد، يعني 2001 تقريبا. فلو احنا جينا اتكلمنا بالمنطقيه، انت لو عايز حد مستقبل ومحلي وكويس، لعيب بيلعب في المنتخب يعني يعتبر دولي، لان هو لسه برضه يعني رجله ما مشيتش، فهو اسامه فيصل. لكن لو عايز لعيب انت كده كده مجربه، لعيب سريع عنده امكانيات. على فكره بالمناسبه محمد شريف الموسم اللي فات مع الخليج ما كانش بيلعب قوي، الراجل توتال الدقائق اللي لعبها كانوا 575 دقيقه، 575 دقيقه، يعني فيما يقارب الست ماتشات وربع. جاب فيهم كام جول؟ جاب 3 اهداف. نزل فيهم على كام ماتش؟ على 23 ماتش، منهم 4 ماتشات بس اللي بدأ اساسي. فلو احنا هنتكلم كدقايق، لا هو بص، هو منطقيا عادي جدا الرقم ده، لان الراجل ما بيلعبش اصلا، ولو لعب اعتقد هيجيب.
واعتقد كمان محمد شريف لو كان وحش قبل ما يمشي من معانا الموسم اللي فات او اللي قبليه، اللي قبل اللي فات يعني، ساعتها كان السكواد اللي بيخدم عليه مش زي السكواد اللي هيخدم عليه دلوقتي. ومحمد شريف في السمات بتاعه وسام ابو علي، لان محمد شريف هو مش هيدر قوي، ولكن هو يقدر يرجع لورا وينزل تحت. طبعا وسام في حته ثانيه، وسام بيشوط فاولات رجله اليمين ورجل الشمال، دي في محمد شريف. هيدر محمد شريف مش هيدر خالص، فاولات محمد شريف مش فاولات. لكن محمد شريف اصلا كان جناح، فبيعرف ان هو يخش على الاطراف، يخش في العمق، يسحب مدافع لبره، يطلع بره المنطقه ويفدي مساحات للجناحات والكلام اللي انت فاهمه ده كله. فانا من رايي انا ان ممكن يكون محمد شريف هو الاقرب. اسامه فيصل كان جايب تقريبا 12 جول منهم 6 او 11 جول منهم 6 ضربات جزاء الموسم اللي فات. عندك ايه تاني؟ الموسمين تقريبا جاب 20 جول. يعني انا شايف ان انت ممكن تروح اكتر للاعب اللي انت مجربه وعارف امكانياته والدنيا معاه ماشيه ازاي، والله اعلم برضه. ولكن كده كده الاثنين على رادار الاهلي. اسامه فيصل دخل في نادي بيراميدز وبدا ينكش الاهلي بيتباطأ في الصفقه. المره دي بالذات ما اقدرش اقول ان الاهلي بيتباطأ، ليه؟ لان الاهلي عنده كذا ملف، الاهلي عنده كذا لاعب، اسامه فيصل راح في غيره، فانت دلوقتي قاعد بتفكر عشان تشوف القرار اللي انت هتاخده لازم يكون هو القرار الصح، سواء كان باللاعب المحلي اللي كده كده لازم واحد من الاثنين ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى موجود في النادي الاهلي، زائد اللاعب اللي هيعوض وسام ابو علي وهو اسد الحملاوي. طبعا انت كده كده عندك جراديشار، انا ما اتمناش ان يكون عندي فروه اجنبي وما يكونش هو الاساسي، دي بالنسبه لي تبقى حاجه وحشه، خصوصا زي ما اتكلمنا عن موضوع عدد الاجانب ان هم 5 بس والكلام ده. فانا عايز اي اجنبي لازم يكون عنصر اساسي، زي اشرف داري ويحيى عطيه الله، لازم يا اما الاثنين مكملين يلعبوا يا اما الاثنين ماشيين، خلاص الموضوع خلص. وبالمناسبه يحيى عطيه الله بنسبه كبيره جدا خارج النادي الاهلي الموسم اللي جاي. نخش بعد كده على اسد الحملاوي والتصريحات بتاعه الوكيل بتاعه، بغض النظر عن الفورمال او التصريحات الرسميه اللي اتقالت بالظبط، ولكن الراجل قال فيما معناه ان يا جماعه انا النادي الاهلي ما حدش اتواصل من النادي الاهلي معايا بشكل رسمي او بشكل شخصي، حتى كله كلام كده على الفاضي وما حدش يتكلم معايا بشكل رسمي وان هم عايزين اللاعب. فانا بالنسبه لي لو ما حدش يتواصل معايا من النادي الاهلي الاولويه هتبقى النادي الزمالك. والله بص، هو تصريح في الاول وفي الاخر، الراجل دلوقتي محتاج ان اللاعب لو هيتباع يبقى من خلال النادي الاهلي من خلال الوكيل. حلو، ليه؟ عشان اخد نسبه ليا اللي هو الوكيل يعني، وابيع اللاعب، وده هيبقى مكسب كبير جدا للنادي الاهلي ومكسب كبير جدا للاعب انه يروح نادي زي النادي الاهلي. فهو الراجل بص على مصلحته ومصلحه اللاعب. الاهلي اتواصل مع الفرقه بتاعته اللي هي الفرقه اللي في الدوري البوليفي دي، وبيشوفوا بقى انتوا محتاجين ايه، عايزين كام فيه، عارضينه للبيع ولا لا. لما اخلص مع النادي واشوف ان الدنيا تمام واقدر ان انا اشتري اللاعب من النادي، ساعتها اتكلم مع اللاعب واللاعب مش هيرفض. مفيش حد هيرفض النادي الاهلي تحت اي ظرف، مش عشان هو ابن النادي الاهلي ولا حاجه، ولكن لا، عشان خاطر امكانياته وقدراته وشو واعلاميا وكل حاجه هو النادي الاهلي، مش في مصر بس ولا في افريقيا بس، في الوطن العربي كله. زائد طبعا الهلال، لو هنتكلم وطن عربي، الهلال شويه، العين، الكلام ده، الوداد، الكلام ده يعني. فده كده بالنسبه لاسد. اسد الحملاوي عنده 25 سنه، راجل تقريبا متر 87 طويل، هو هيدرز كويس. طبعا الامكانيات اللي على الارض برضه مش عايزين نقارن حد بوسام ابو علي، وفي نفس الوقت برضه وسام لما جه احنا لسه ما كناش شفنا منه حاجه، ولكن لمسته في اول ماتش، ولو تفتكر هو تقريبا اول 3 ماتشات ما سجلش او اول ماتشين، الراجل لمسته باينه قوي انه فيرود كبير. فكل الشكر للعين اللي جابت وسام ابو علي، وان شاء الله يا رب تبقى نفس العين اللي هتجيب ان شاء الله اسد الحملاوي، وتجيب كمان سواء كان محمد شريف او اسامه فيصل. نتمنى من الله تعالى باذن الله ان الاهلي يكون في احسن حال، وان شاء الله السكواد بتاع الموسم اللي جاي يكمل بفروت قوي زي اسامه ابو علي. ده في حال ان انت ما قدرتش تتمسك بال 5% او ال 10%، وهم ان انت تقدر تكمل باسامه ابو علي، وان انت تقدر تبقي عليه وتحاول تقنعه على الاقل ان هو يكمل موسم كمان، او على الاقل يكمل يعني باقي عقده، مش على الاقل، على الاكثر بقى ان هو يكمل باقي عقده. بس يا سيدي، ودي كانت كل التفاصيل بتاعت حلقه النهارده. وفي نهايه الحلقه ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجي لك بيها اشعار. كان معاكم اخوكم عبد الرحمن بكر. صلي على النبي واعمل لايك للفيديو، اوعى تنسى. دمتم في امان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على قناه صايع كوره، و سلام عليكم.